يعني انت مراحل حياتك لو انت هتقسمها من اول ما اتولدت لحد النهارده، تقسمها ايه وتعنونها كمان، اديها عنوان. وانا عندي مشكل يعني ان انا عندي اصلا كل حاجه. امم. عارفه فاكره العربيه بتاعت ابو سلطان في العيال كبرت، ان كل اه حاجه سليمه طبعا، بس كل بس جزء كل مستقل بس بذاته. جزء لوحده. فانا الذاكره بتاعتي كل حاجه محطوطه في طشت كبير كده، مش الحاجات مش امم. مفصوله عن بعض، فما اقدرش اعمل كده. بس يعني عارف عن تاريخ، يعني على ما افتكر كده ان امم. هو كان ما فيش حواديات كبيره، يعني هو كان دايما هو نفس الطريق يعني كده. ما كانش فيه تريجر، ما كانش فيه لا كله سمول تيرنينج بيلد اب بوينت، كده، ما كانش فيه. كله سمول بيلد اب جاي من بعيد كده. البيكسلز بس كانت كبيره قوي في الاول، مهم. وبعدين مع الزمن بقى بتصغر. امم. والزمن بيعمل حاجه في الحكايه دي طبعا بيعمل. امم. الفورتي بتعمل حاجه في الحكايه دي طبعا بتعمل. امم. الواحد ما بقاش عارف كده وانت صغير. انت يا عرفتها صغيرين امتى؟ انتوا مش عارفين بس هتعرفوا بعدين. اه. مش طبعا كل الناس هتعرف، لان مش كل حد بيبقى عنده 40 سنه امم. المكنه بتاعته بتتغير. بس هو اللي بيحصل ان انت بيبقى عندك فرصه. امم. لو انت بتشتغل زي بالظبط كده، وكل عضله مثلا عندها فرصه انها تكبر. لو انت امم. بتمرنتش مش هتكبر. الفورتي دي بتعمل فينا ايه؟ هو على صعيد انرجيتك، يعني على صعيد سبيريتشوال حتى. يعني ربنا بيتكلم عن البني ادم كده، يعني ربنا بيقول في القران ان حتى اذا بلغ اشده وبلغ 40 عاما. امم. في حاجه بتحصل عند البني ادم لما يكمل 40 سنه. أم، والحكايه دي موجوده يعني في تاريخ الارض، الناس عارفينها وربنا مكلمنا عنها. بس بالاسف برضو ده مش معناه ان في حاجه اوتوماتيكلي بتحصل عند 40 سنه. لا اكيد فيها اختلاف كمان من شخص لشخص ومن تجربة لتجربة. في بوتنشال. لو انت بتشتغل الماكينه دي امم. هتبدا ترسبوند بشكل مختلف عند 40 سنه. امم. هتديك اكتر. طب ولو انا ما كنتش جاهز، يعني مش خلاص. هيحصل اي حاجه، ممكن تبقى قبلها دخلت يعني. ال40 وانا ما كنتش جاهز. في ناس بتدخل 60 على فكره ويبقوا مش جاهز، يعني في ناس بيفضلوا زي ما هم لحد ما يموتوا كتير كمان. امم. يعني ما اعرفش، زي ما انت عايز. امم. بس لو انت عايز ما تستناش ال 40 عشان تشتغل، لان maybe it's too late. بس يعني اشتغل لما تبقى اشتغل انا بكره الكلمه دي بصراحه من كتر ما الناس بقت بتسيء استعمالها. اشتغل على نفسي. اه. يعني مش عايز استعملها، يعني نشوف واحد تاني يعني. امم. انك تعرف انت مين. امم. اتعلم الحاجه دي، الماده دي مهمه جدا انك تعرف انت مين. مش معقول الواحد يبقى عايش في الدنيا مش عارف هو مين. صح. مش معقول، لان انت بطبيعتك كده المخلوقه فيك ان انت بتتصرف زي الناس. زي ما انت وانت طفل صغير هتتصرف زي ما اهلك بيعملوا. امم. اهلك بيتكلموا بالراحه كده هتتكلم بالراحه. اهلك بيطجنوا هتطجن. يعني هنعمل لك في ايه؟ الاغلب. في هو هو الاغلب. هو اصلا امم. كده. لازم عشان حد يبقى اللي مش اغلب ده امم. لازم يجي له انفلونس من حته تانية ياثر فيه. طب يا سيلي، انت مع ان الجيل ده جيل كان قليل الحيلة؟ يعني الجيل ده اللي هو وصل للاربعينات، دلوقتي احنا بنتكلم طبعا عن الثمانينات، هل احنا جيل قليل الحيلة فعلا؟ يعني مش عارف ايه هي شكوى يعني. ما كلنا اكيد بتسمع ده طول الوقت، انه الجيل ده تحديدا عنده تذمر من حاجات كتيرة، بيشتكي من حاجات كتيرة، شايف انه اتظلم، شايف ان ده الجيل اللي القطر راح عليه رايح هو جاي. بصراحه دي افكار كلها يعني افكار يعني مضره. مهم. ان اي حد يبص لنفسه ويقول اصل احنا الجيل اللي هو المسكين اللي جه بعد الحرب، اصل احنا الجيل المسكين اللي جه قبل الحرب، اصل احنا اللي جينا بعد ما الانترنت، اصل اه احنا اللي اه جينا في اه النص اه. بعد يا عمي خلاص، هو انت جايب الغلط يعني. هو اللي عاملك اللي خلقك مم. جايبك هنا عشان انت مكانك هنا. ما تقعدش بقى تتبمبك. ووقتك. اكيد مم. لازم، واحنا ما بنجيش صدفه يعني. زي مهم. الناس اللي بيقعدوا طول حياتهم عايشين. انا كان المفروض ابقى في سويسرا، اصل انا المفروض كنت ابقى في الغابه. مش حقيقي. لو كنت المفروض تبقى في الغابه كنا مم. حاطينك في الغابه. مم. ربك حطك هنا عشان انت مكانك هنا. بطل بقى بطل الحاجه دي. مم. بطلوا الحاجه دي، لان الحاجه دي بتضيع وقتك. انا كان المفروض، لا ما كانش المفروض. انا كان المفروض ابقى زمان، لا ما كنتش المفروض تبقى زمان. انا كان المفروض ابقى فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، لا ما كانش المفروض. انت المفروض تبقى هنا. مم. زي تخيلوا ان حد دخل الامتحان بتاعه وحطينا له ورقه الامتحان بتاعه، لا ده مش هي دي الماده، لا ده انا كان المفروض، لا ده انا. هو الناس عاملين كده. انت هتقعد تعمل كده والوقت بيعدي وفي حاجه ياخدوا الورقه. مم. ايه هنعمل لك؟ سوري هيجي لك يعني هينزل لك يعني هيجي لك خدمه العملاء يعني يقول لك ده حضرتك جيت بالغلط، فاحنا هناخدك نوديك الاوضه الصح بتاعتك.
ايه العبط ده؟ ما تعيش في الحاجه، هو دي حياتك بتعدي وانت عمال تقول كده. اشتغل يعني، اشتغل، شوف نفسك هنا تقدر تعمل ايه احسن حاجه تعرف تعملها، مم. وابدا اشتغل باللي انت موجود فيه ده. اشتغل باللي انت موجود فيه ده. كل حاجه مقصوده، ما فيش حاجه بالغلط يعني، ولا في حاجه بالغلط ولا في حاجه بالصدفه.